احنا كبني ادمين ما بنقعدش نسيب حاجه في حالها، يعني حتى الحلم اللي المفروض يبقى استراحه دماغك تحلله وهي نايمه دخلنا نحلله احنا. ليه؟ عشان احنا بنحلم كتير وبنشوف حاجات اغرب من خيال اي فيلم هندي. خليني احكي لك الحكايه من الاول. في الالفيه الثالثه قبل الميلاد، يعني من الاف السنين، ملوك بلاد ما بين النهرين كانوا بيصحوا من النوم يجيبوا لوح شمع يقعدوا يكتبوا احلامهم. يعني الملك مثلا كان يحلم انه بيطير من غير جناحات وبيشوف الجايات وينسى الرايحات، حبه طموح وهتعمل معجزات، وبعدها يقوم صاحي من النوم يقول هاتوا اللوحه يا جدعان، الحلم ده لازم يتسجل. بعدها ب1000 سنه المصريين القدماء كانوا مهووسين بفهم الاحلام، عملوا كتاب كامل فيه اكتر من 100 حلم ومعناه. يعني حلمت في فرخه دي معناها رزق، حلمت في سحليه لا كده استنى مصيبه. وطبعا احنا كاحفادهم ما وقفناش، بالعكس، مع اننا وصلنا لاشاعه مقطعيه وسر طشه الملوخيه، عندنا نظريات كل نظريه اغرب من الثانيه، واتكلمنا عن سبب النوم. اللي ما شافش الحلقه هسيب لكم الرابط هنا. بس لسه برضه لحد النهارده بنحاول نفهم ليه بنحلم. اهلا باخوات العباقره، معاكم حلوان. دلوقتي بقى نخش في النظريات ونشوف العلماء بيقولوا ايه. اول حاجه بنحلم عشان نحقق رغباتنا. في اوائل 1900 كده عمك سيجموند فرويد، الراجل اللي كان شايف كل حاجه في الدنيا ليها معنى نفسي، قالك الحلم ده ترجمه رمزيه لرغباتنا المكبوته. كان شايف ان الاحلام مش مجرد صور، دي رسائل مشفره من العقل الباطن. قال له ايه دخل العقل الباطن بالحلم حلواني؟ بطني ايه علاقتها بالموضوع؟ عقلك الباطن يا عبقريين وما يقصدش بطنك حرفيا، بس تصدق في علاقه بتربطهم. لو حلمت مثلا انك بتاكل بيتزا جامبو، ده ممكن ما يكونش مجرد جوع، ممكن يكون رمز لحاجه تانية انت عاوزها في حياتك. لا مش البيتزا، يمكن النجاح، يمكن الفلوس، او يمكن فعلا البيتزا مفيش حاجه تمنع. بس بصراحه لو مشيت ورا نظريه فرويد هتلاقي كل حلم ليه معنى غريب. يعني لو حلمت انك بتجري حافي في الشارع، ده معناه عند فرويد انك خايف من المواجهه، بس عندنا يمكن تكون نسيت تلبس الجزمه ولا حاجه. تاني نظريه معانا وهي التذكر، بنحلم عشان نفتكر. في 2010 عملوا تجربه، جابوا ناس تلعب متاهه 3D وبعدها يناموا، لما يصحوا يرجعوا يلعبوها تاني. اللي حلم بالمتاهه وهو نايم جاب نتائج احسن ب10 مرات من اللي ما حلمش. يعني باختصار الحلم ممكن يكون وسيله عشان دماغك تراجع اللي حصل وتحفظه بشكل احسن. يعني لو عندك امتحان ما تذاكرش، نام، بس ما تجيش بعدين تقول انا نسيت بسببك، انا ماليش دعوه يابا، فرويد اللي بيقول. في بقى نظريه النسيان، بنحلم عشان ننسى. والله بيقول لك الاحلام بتساعدنا نمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه. مخنا فيه تريليونات من الوصلات العصبيه، وكل حاجه بنتعلمها بتسيب اثر. الاحلام ممكن تكون طريقه للمخ ان يمسح المعلومات اللي مش مفيده، زي لما تفضي سله المهملات في الكمبيوتر، وكأن دماغك بتقول لك مش محتاج تفتكر انك شربت شاي بلبن النهارده الساعه 5 ونسيت السكر، فبتقوم حاسفلك المشهد ده من النظام. يعني لو حلمت حلم غريب ملوش معنى ما تقلقش، ده مجرد مخك بيعمل ديليت لحاجات ملهاش لازمه زي الميمز اللي شفتها طول اليوم. خد دي بقى، بنحلم عشان نحافظ على نشاط المخ. انت نايم مفيش صوت مفيش ضوء، الجو هادي خالص والدنيا هص، بس دماغك مش بتحب الفراغ، فتروح مدخلاك جوه فيلم من انتاجها بممثلين من ذاكرتك وسيناريو من تجاربك واخراج عشوائي. يعني ممكن تبدا بتحلم انك راكب اتوبيس، فجاه تلاقي نفسك في حفله فرح، وعلى ما تحاول تفهم فرح مين تلاقي نفسك في بركه وفي بط. ده تفسيره ان الحلم بيحافظ على ان دماغك تفضل شغاله حتى وانت نايم. دي بقى النظريه الاخطر، بنحلم كانها بروفه للحياه الحقيقيه. في احلام كتير بتكون مليانه مواقف خطيره، زي انك بتكون مطارد من حيوان مفترس، او بتقاوم سلاحف النينجا في زقاق مظلم. العلماء بيقولوا ان الاحلام دي نوع من التدريب، يعني بتساعدنا نتدرب على المواقف الصعبه اللي ممكن نواجهها في الواقع. فلو حلمت انك بتعدي من على حبل فوق جبل، ممكن يكون دماغك بيدربك على المواقف اللي فيها خطوره. وبالمره لو حلمت بحاجه رومانسيه مثلا مع جارتك، فدي برضه بروفه بس مش هنتكلم عنها. نظريه بنحلم عشان نتعافى، في ناس كتير بتعدي بتجارب مؤلمه والاحلام بتكون طريقه علشان يتعاملوا مع الالم ده. العلماء لاحظوا ان النواقل العصبيه في المخ بتكون اقل نشاطا وانت بتحلم، فده بيخلي الالم النفسي اخف. فلو حد حلم بحاجه مؤلمه، ممكن يكون دماغه بيحاول يتعافى من التجربه دي. فالاحلام هنا بتكون زي الجلسات العلاجيه اللي بنعملها مع دكتور نفسي. نظريه بنحلم عشان نحل مشاكل، في الحلم مفيش منطق، مفيش قوانين فيزيائيه، مفيش ما ينفعش، وده بالظبط اللي بيخلي دماغك تالف حلول مش تقليديه. العالم اوغسط كوكلي مثلا، عالم كيمياء، حلم بتعبان بياكل ديله، لما صحي فهم الشكل لتركيب جزيء البنزين. تخيل تعبان في الحلم طلع السبب اننا نعرف تركيب الذرات، وده اللي بيخلينا نقول دايما تبات نار تصبح رماد. فالاحلام دي يا عباقرة فعلا حاجه غريبه ومعقده، ولسه العلماء مش عارفين كل اسرارها، لكن النظريات دي كلها بتقول لنا ان الاحلام ليها دور مهم في حياتنا، سواء علشان نتذكر او ننسى او نتدرب او حتى نحل مشاكلنا. فما تقلقش لو حلمت بحلم غريب، بس اللي متاكدين منه احنا بنحلم وبنفضل نحلم لحد ما نوصل لحلم يفهمنا ليه اصلا بنحلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندكم اي احلام غريبه حلمتوا بيها اكتبوها في التعليقات ونحاول نفتكر لها تفسير مع بعضينا، وتابعونا عشان نوصل رحله اكتشاف. سلام يا عباقرة.